مرحبا بكم في حلقة جديدة لصاحب الآراء السديدة والعديدة السيد علي أكبر معرجاني. أهلا بك ومرحبا. حيا الله من جاني وشكرا لهذا الاستضافة. أيش اليوم اللباني هذا؟ هذا جاء في الروايات أنه من لبن لبانة كأنما زار الحسين في جبانة. في جبانة. ما هي الجبانة؟ أي ركيزة الهيج. التبانة. ركيزة الهيج. الهيج. ما هي ركيزة الهيج؟ شنو يعني ركيزة الهيج؟ أي أنها تجعل الإنسان غزير الفحذة. نعم. ندخل في موضوع حلقتنا سيد علي أكبر معرجاني والفحثة وهو قرآن فاطمة. هذه أمور حاسمة. نعم. الناس يريدوا أن يعرفوا قرآن فاطمة. ما هو قرآن فاطمة؟ نعم. هو قرآن. هل هناك فعلا قرآن فاطمة؟ نعم. وكيف هذا القرآن؟ ما هو نعم. قرآن جاء في الروايات أنه قرآن كقرآنكم وليس فيه كلمة واحدة من قرآنكم. هذا مصحف فاطمة. الإمام الصادق يقول ما فيه من قرآنكم شيء. تخيل أنه ليس فيه كلمة واحدة، يعني ما فيش فيه من على ولا كلمة، يعني حروف عربية ما هيش عربية؟ ما فيش هو عربية طبعا. ولكن ليس فيه كلمة واحدة من قرآنكم. طيب هل هو وحي؟ تقريبا أنه بالفارسية يمكن. القرآن نعرف كلنا أنه كلام الله، صح؟ نعم. أي وحي عندما يأتي على الأنبياء الوحي للأنبياء. نعم، لا يأتي إلا للأنبياء، فهو لأنه كلام الله. كان يأتي جبريل لفاطمة ويتكلم معها، فتكلم الإمام علي كرم الله وجهه فيكتبه. تدرون أنتم السيد الإمام الخميني شو يقول رحمة الله عليه؟ يقول أعظم معاجز الزهراء، أعظم حديث في الزهراء إن جبرائيل 75 يوم ينزل على الزهراء. كانت فاطمة تملي ذلك على من؟ على علي السلام. عجيب. أي مقام هذا أن المتحدث جبرائيل والمتحدث إليه فاطمة والكاتب علي. يجب أن تفهم هذا الشيء ويفهمها كل شيعي. معنا الجفر والقنج كل القرآنات خير الجفري القرآن. هذا وآلي ما الجفري عندكم بس بدون ياء. قرآن عندنا. عندكم جفر بالراء. وهل استمر الوحي بعد الرسول؟ نعم. الوحي لمن يأتي؟ للأنبياء. طيب وفاطمة ليست نبية؟ نبية فاطمة معروف أنها هي أفضل من الأنبياء ب1700,000 مرة، لأن أبوها نبي. هي الأفضلية جاءت من أبيها. لا ليس من أبي. هي ألا تعلم ما فاطمة البتول الزهراء هي أفضل من أي نبي. طيب ما معنى البتول؟ البتول أي العذراء. البتول أي أنها لم يدخل عليها أي. والزهراء؟ الزهراء هي التي لا تحيض. الزهراء التي لا تحيض. والبتول التي عذراء. العذراء. نعم. سيد علي معرجاني، أنا رأيي نغير الموضوع. تفضل. لأنه الناس ما يتقبلوش هذا كلامك. منيناته؟ أنا بالنسبة لي هي الروايات عليهم الله إذا نغير مع موضوع ثاني. تكلم شنو افتح مجال للاتصالات حتى الاتصال أفضل. نغير الاتصال. الرقم موجود ومن ما اتصل. فأنا لا أريدك أن تكون تناقشني في هذا المسائل الخلافية. فعلا فاطمة البتول الزهراء من أين أتى الحسن والحسين؟ الزهراء التي لا تحيض معناها أنها لا تلد. نعم. والبتول العذراء ما أدري. إذا نتصل نشوف اتصال يا مخرج. شوف لنا إذا في اتصالات. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا، معك السيد علي معرجاني، تفضل. كيف حالك يا سيد علي؟ أهلا وسهلا. هل صحيح أن السيد خامنئي مات؟ فتشوا يا عيال. لا ليس هذا. لا من قال لك هذا؟ سمعت. من قال لك هذا موضوع مهم. شكرا لاتصالك ومشاركتك. فعلا الآن أنا رأيي نكون حلقة عن خامنئي. هل فعلا خامنئي مات؟ لا لم يمت. من كبار المرجعيات. لم يمت نهائيا ولن يموت. طيب لماذا لا تثبتوا للناس أنه بخير؟ كيف نثبت للناس أنه بخير؟ يعني كيف يعني الآن الدعايات أنا سمعتها وقرأت في الفيسبوك. يعني تريدوا أن تروا في الشاشة أو في أي؟ نعم. ليش ما تظهروه؟ طيب أنتم آمنتم بالإمام غائب؟ أنتم آمنتم بإمام غائب سواء ظهر
أم لم يظهر. هذا هو ديننا صح وعقيدتنا. إمام غائب، طيب هذاك المهدي المنتظر نحن آمنا به. الإمام الغائب هو المهدي المنتظر وليس خامنئي. احنا عقيدتنا وديننا يأمرنا بأن نؤمن بالإمام الغائب، ولا أن نقول نريد أن نراه أو. وهذا انتظروا وسننتظر حتى يخرج الإمام الغائب. وبالنسبة لخامنئي حتى طيب إذا لماذا لا يتكلم الآن مثلا ويظهر طيب مثلا على المظاهرات؟ شوف مثلا الآن في مظاهرات، في أشياء، في قلاقل في إيران، لماذا لا يظهر يتكلم عن المظاهرات الحاصلة في ظهران ويتكلم عن الملف اليمني اللبناني العراقي؟ يمكن أنه دخل السرداب وإن شاء الله يخرج هو الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجهما في الجنة، ويمكن أنه موجود الله أعلم. ولكنني إذا كنت أنت لا تعلم من سيعلم وأنت من كبار المرجعيات؟ هل تعلم من الذي يبث هذا الشيء؟ أصحاب الواتساب والهذا، أنا كلمتهم في إيران أنه يمنعوا الواتساب ويمنعوا الفيسبوك ويمنعوا اليوتيوب لأنهم هؤلاء. لكن هناك من هم خارج إيران النازحين. أيوة هم كلهم هؤلاء هم الذي شردناهم. نعم هؤلاء هم الذين يتكلمون في قنواتهم في اليوتيوب في كذا في كذا. لذلك أمرنا كل أتباعنا في كل المدن بأنه أي شخص يتكلم في اليوتيوب في الفيسبوك في هذا إيش اسمه بس ما تستطيع يجب عليهم يجب أن هذا الدعوة هذا على البيت. كيف نكمم الأفواه؟ نكممها وندعسها برجلنا. أي واحد يتكلم في أي منطقة سواء في سوريا في لبنان في العراق في إيران في قريبا في البحرين في عمان قريبا في قطر هذا في حماس حتى لا يتكلم أحد. يجب أن في اليمن أيضا الآن شوف اليمن أي إنسان يتكلم يحبسوه ويعزلوه ويظهروه ويقتلوه وفي بعض الأحيان يقتلوه كما عملوا الآن. هذا المكحل يفعل لنا نثرة. الآن في اليمن مشكلة بعد المكحل. أنا كلمتهم قلت واحد مكحل لا يتفرقونا شذر مذر شغلونا. من دي شغلكم؟ الأئمة اليمن وفي لبنان وفي أنتم اللي شغلتم. كل واحد يشتي يوقع إمام بعد خامنئي. إذا نظروه واثبتوا للناس أنه موجود وغلقوا المشكلة. كله كوم ولا هذا اللي في اليمن عبد الملك يريد أن يكون إمام الله يا الله والله يريد أن يكون إماما. تلعنوا قد خدمكم هذا الخدمة كلها. هو ليس هو من شيعة الشوارع. أي واحد أي شخص لا يعني. هل تلوموا لأنه لم يلبس العمامة؟ هو جعفري هو زيدي جعفري لا يعني بعيد عننا كل نحن ليس علوي فاطمي. نعم هو من علوي هارضي. لا هو هارضي نعم هو هارضي نعم. هو من أنصار اللحظ وليس من أنصار الله. علوي لاهضي. لا علوي لاهضي أيضا. هو كما يدعوا أنهم من نسل الحسن ونسل الحسن لا يجوز أن يطالب بالولاية ومن طالب بها فقد كفر. ما فيش من الدول كلها بيفعلوا احتفال بالولاية إلا في اليمن. لأنه حذيتنا حذيتنا. نعود إلى موضوعنا الأهم وهو قرآن فاطمة لأنه لا أنا من رأيي لا عاد ندخلش في متاهات وندخل. أنت ما شأنك أنت؟ أنا حريص. لا دخل لك أنا ولا شيعي شأن مثلك. لك. أنت لا شأن لك بهذا الشيء. أنا شيعي مثلك حريص على الفكر. لا تحرص ولا على تفضحنا أنت بنفسك. أفضحك بأيش عندما أقول أنها فاطمة الزهراء بتول الزهراء وهي ليست بتول الزهراء؟ يقرح ضمارنا ما بننعد وعن إحنا على البيت وإن إحنا نسلها منين بنجي؟ ايش فيك أنت ملعون أنت في النار. أنت لا تصلح أن تكون مقدم حتى مقدم طعام. أنت ملعون وأنت ناصبي حاوري. مع السلامة.